أغرب العادات والتقاليد اللي الواحد بيسأل نفسه هي ليه اتقالت بالشكل ده؟ يعني مثلًا يقول لك ما تقصّش بالمقص كتير عشان المقص يعني تفتحه وتقفله كده بيجيب نكد، ليه المقص لمّا أعمل كده يجيب نكد؟ اشمعنى المقص اللي يجيب نكد؟ زمان الحلاقين عايشين حياتهم كلّهم في نكد بقى، نايمين في نكد وصاحيين في نكد وعيشتهم كلّهم نكد في نكد، فأنا مش عارف مين اللي قال المقولة دي، فهل في يعني إثباتات علمية للكلام ده؟ تاني حاجة يقول لك دلق القهوة خير، اشمعنى القهوة تحديدًا؟ مع إن الشاي أكتر مشروب المصريين بيحبوه، يعني اشمعنى القهوة؟ يعني أنا مثلًا رُحت أتقدم لواحدة والّا رُحت وظيفة باقدم والّا رُحت interview واطلب قهوة حتى لو أنا ما باشربش القهوة، وأروح قالبها عِند، فكده أبقى خير يعني اتقبلت أو الناس وافقت عليَّ وكده والدنيا هتمشي والّا مش فاهم، اشمعنى القهوة؟ ليه التقاليد دي ما قالوش ليه مثلًا الشاي، ما قالوش ليه الليمون، ما قالوش أي مشروب، اشمعنى القهوة؟ يعني مع إن حاجات غريبة جدًا بتحصل، ويقول لك برضه إيه، الضحك كتير بيقلب بنكد، فما نضحكش كتير، فأنتِ حتى تبقى أنا مش عاجبها الكلام، فالضحك كتير بيقلب بنكد، ليه الضحك الكتير بيقلب بنكد؟ ما الدنيا حلوة والدنيا بتبقى القعدة لذيذة وعمالين نضحك ونهزر، أنتِ تبقى أنا رخمة صح، فالدنيا كويسة، فخليكم في اللذيذ كده ويا ريت العادات دي ما حدش ياخد بيها، فهل في كلام مُثبت بالعادات دي؟ أنا هاقفل بقى عشان الدبانة دي قرفتني، هاشّة وأجي لكم تاني.